معايا كابتن احمد حسام ميدو نجم مصر. ازيك يا كابتن احمد؟ كابتن خالد مساء الخير وسلامي ليكم والراجل الحريف قوي كابتن رضا عبد العال. ربنا يبارك لك يا ميدو. والله يا ميدو انا معجب بيك قوي، يعني انا وانا جاي بصراحه هقول لك ليه يا ميدو. يعني انت برضو لعيب كوره وما عندكش حسابات، يعني فكره ان انت تنتقد كوبر بعد المباراه وتنتقد وقلت ان في نقوص خطر على الفريق بالمنظر دوت، غيرك يخاف يقولها او غيرك مثلا ممكن يبقى ليه حسابات او يكسف او بتاع، لكن انت بتقول اللي عليك واللي ليك. يعني احنا في النهايه بنحب منتخب مصر، بنتمنى التوفيق لكوبر، لكن قدام اوغندا بالمنظر ده رغم فوزنا يعني طبعا واحنا بنقول الحمد لله، لكن برضو حاجه تزعل يا كابتن احمد. يعني طبعا انا في رايي ان هي واحده من اسوأ المباريات كاداء لمنتخب مصر في السنوات الاخيره في المصريات، خاصه على ملعبنا. ويعني انا بقول ان في وقت من الاوقات كان طبيعي وواقعي جدا ان الطريقه اللي بيلعب بيها كوبر، ان احنا كنا خارجين من ازمه كبيره بقى لنا 3 مرات ما بنتاهلش في كاس الامم، ولكن كان لازم يحصل تطور بعد كاس الامم الافريقيه، خاصه اللعيبه دي خدوا ثقه كبيره خلال البطوله. عندنا عدد لعيبه كبيره جدا من اللعيبه المميزه واللعيبه المختلفين، انا بقول ان احنا يعني كوبر اضاف لنا مزايا كثيره جدا ومنها التنظيم بشكل معين واحنا معناش الكوره، ولكن افقدنا بشكل من الاشكال هويتنا. طول عمر منتخب مصر بيبقى معاه الاستحواذ، طول عمر منتخب مصر بيضغط ضغط عالي، طول عمر منتخب مصر بيبقى متحكم في ايقاع اللعب، له شخصيه في الملعب، شخصيه في الملعب. احنا فقدنا كل ده للاسف. ويعني انا شايف ان فعلا زي ما انا قلت في الاستوديو ان الماتش النهارده لازم يكون علامه اتحاد الكره يقيس عليها حاجات كتيره جدا، لان احنا داخلين على ماتشين صعبين جدا ومحتاجين شخصيه قويه جدا، عشان لو احتاجنا ماتش غانا في غانا يبقى عندنا اللعيبه والشخصيه اللي نقدر ان احنا لو احتاجنا نقطه من المباراه ان احنا نصعد كاس العالم باذن الله. عايز اقول لك كابتن، يعني ان رغم فوزنا لكن معظم الناس زعلانه، يعني ودي حاجه غريبه يا كابتن. جدا جدا. انا في الاستاد يا كابتن خالد الناس خارجه مستاءه جدا، يعني مش منتخب مصر اللي يجيب جون اول 5-6 دقائق وبعد كده يبقى خايف بالشكل ده. يعني منتخب مصر انا بقول لك طول عمرنا كابتن خالد باختلاف الاجيال واختلاف المدربين دايما منتخب مصر عنده باك الجنب طاير، باك الجنب اللي ناحيته الكره بتزيد، عنده 2 لعيبه كوره في نص الملعب بيقدروا ان هم ان هم يقدروا يسمعوا الفارق، عنده ناس تحت راس حربه لعيبه كوره كبار وبيتم استغلالهم بشكل جيد. ولكن ان احنا نشوف المنتخب حتى رغم ان هو احرز هدف مبكر، وانا متفهم الضغط اللي على اللعيبه وعلى الجهاز من نتيجه المباراه ونتيجه المباراه الاخيره، ولكن الناس كلها كل الناس كابتن رضا وكابتن خالد فعلا كل الناس كانت زعلانه بشكل كبير جدا. يا كابتن ميدو، احنا مشكلتنا النهارده ان الراجل مش عامل سيناريو للمباراه. الراجل ده لو هو فعلا بيفكر صح كان لازم يقوي نص الملعب، لازم يبقى كل الاستحواذ جاي عن طريق نص الملعب. حسام عاشور مع عبد الله السعيد العب بكل اوراقك اللي هي الهجوميه، صالح جمعه، عشان تعمل استحواذ. انا مش شايف الفرقه دي لا نص ملعب غير الراجل اللي هو بشعر حسن ده. شايف ان احنا بنلعب الراس اللي هو الحارس، مش شايف. انا معاك يا كابتن رضا. يعني انا كنت متوقع النهارده ان يحصل 3-4 تغييرات عن تشكيل المباراه الاخيره، انا كنت متوقع ان عبد الله السعيد يبدا على الدايره وصالح جمعه يبدا نمره 10 يبدا تحت الراس حربه. كنت متوقع حاجات كتيره، ولكن يعني اللعب بنفس الاسلوب وبنفس الشكل جوه ملعبك وبره ملعبك. ده فلس يا كابتن ميدو، ده فلس. ده اللي يدل ان الراجل بيفلس، ما عندوش جديد، ما عندوش اي ابتكارات. ما انت لازم في ماتش زي ده لازم تبتكر، عشان على الاقل اللعيبه اللي ما بتلعبش دي يبقى عندها الحافز ان هي تكسبك. يعني لما تلعب صالح جمعه من البدايه، تلعب حسام عاشور من البدايه، رمضان صبحي، محمد صلاح يلعب فرود، كهربا ممكن يلعب ناحيه الشمال، كهربا ينزل. كان لازم التغييره الاولانيه يعني صالح جمعه لازم يبقى في الملعب، يبقى اول مستواه. طبعا، بس هو الراجل بيحب لعيبته، مخلص قوي اليوم قوي. يعني وفين مصر من الناحيه دي؟ يعني انت تحب اللعيبه اكتر من مصر؟ لا مع السلامه بقى، ما توجعش يعني. طيب كابتن احمد، عايز اسالك سؤال. كنت تتوقع قبل الماتش ده التشكيل ايه الامثل بالنسبه لكابتن احمد حسام ميدو؟ يعني والله بص، احنا يعني انا كنت متوقع ان احنا زي ما بقول لك نبدا بعبد الله السعيد على الدايره جنب النني، ونبدا بصالح جمعه نمره 10. يعني كنت اتوقع ان احنا يبقى عندنا على الاقل 2 لعيبه كوره في نص الملعب نقدر ان احنا يقدروا ان هم يلعبونا كوره، لان انت في الكوره كابتن خالد ما ينفعش يبقى عندك الباك رايت والباك ليفت ما لهمش ادوار هجوميه، وفي نفس الوقت ما عندكش لعيب يقدر يصنع الفرق في نص الملعب يقدر يلعب الكوره.
طول عمر منتخب مصر عنده لعيب الدايره واللعيب اللي بيلعب قدام، لعيب نمره 8 ولاعيب نمره 10، لعيب الكوره ناس هي اللي بتوصل بالثلث الاخراني اللي يقدروا ان هم يصنعوا يعني يقدروا ان هم يصنعوا فارق خاصه انت بتلعب قدام فريق انت متوقع ان هو عنده هيعمل كثافات دفاعيه وان هو هيدافع ب 10 لعيبه ورا الكوره. فانا كنت متوقع كده، ولكن يعني هو الراجل اختار ان هو ما يغيرش كتير. هو لعب على المكسب، ولكن ما لعبش ان هو يكسب ثقه جمهور المصري مره ثانيه، لان فعلا بعد الثلاث مباريات الاخيره ابتدى يبقى في شكوك كبيره جدا من الجمهور المصري تجاه اداء منتخب مصر وتجاه وحاله عدم اقتناع لو نقولها يعني بشكل كويس بما يستطيع كوبر تقديمه للمنتخب وتطوير اللعيبه يعني. طب انت متوقع ايه السيناريو الفتره اللي جايه يا كابتن احمد؟ يعني لا انا متفائل خير ان احنا نصعد باذن الله. طب انت يعني تفتكر يا كابتن احمد بصراحه يعني احنا الاداء السيء النهارده وكسبنا او اتغلبنا الماتش اللي قبل كده، لكن برضه هي نقطه التحول اللي هو تعادل غانا في كونغو. يعني لو غانا كانت كسبت الكونغو كانت الموضوع صعب علينا جامد يعني. يعني انا شايف برضه ان اوغندا دخلت في الحسابات، ان اوغندا برضه هتبقى منافس قوي لينا، مش غانا بس، غانا واوغندا الاثنين بينافسونا. وطبعا اكيد طبعا نتيجه تعادل غانا مع الكونغو ده يعني زودت من اهميه المباراه بالنسبه لنا، ولكن انا خايف جدا على المنتخب ان هو لو راح لماتش غانا في اخر راوند او اخر جوله وهو محتاج 3 نقاط عشان يتاهل لكاس العالم بالشخصيه اللي احنا لعبنا بيها دي، خايف على المنتخب جدا. برافو عليك يا كابتن، برافو عليك. لو لا يعني، وعلى فكره كل الناس وكل اللي بيفهموا في الكوره عمالين يقولوا يا رب ما نروحش غانا واحنا محتاجين حاجه ولا حتى محتاجين نقطه. والميزه بس ان غانا هتلاعب اوغندا 7 اكتوبر وانت هتلعب 8 اكتوبر. يعني طبعا لو الماتش خلص تعادل وربنا كرمنا احنا او فوز غانا فوز غانا هيبقى بالنسبه لنا يعني خدمه كبيره جدا. اهم حاجه ان اوغندا ما تكسبش غانا، لان في اللقاء الاخير هيسيبوا لبعض. دي واضحه طبعا، ده واضحه. وبعدين انت كمان غانا مش هتلعب ميدو قدام اي فرقه بالحماس والقوه غير مصر. صح، لان طبعا حسابات سياسيه وحسابات ما اعرفش ايه، غير كده كمان ان انت اخر ماتشين متفوق على غانا سواء في التصفيات او في افريقيا، فهي مش هتسمح بالتالي. صحيح طبعا. لا مش موضوع مش هتسمح يعني، ما نحترم برضو فكره ان المنتخب ما عندوش شخصيه. يعني دي على جنب. المنتخب لازم يبقى له شخصيه. يعني كابتن احمد فاهم القصه دي وانت لازم احس بان منتخب مصر عنده شخصيه. منتخب مصر ما عندوش شخصيه. انت عارف حتى لو رايح انت يعني انت متساوي مع غانا في النقط وعندك شخصيه انت ما تقلقش. طيب كابتن احمد، الماتش اللي جاي ده مع الكونغو تفتكر بدايه دوري وبتاع ممكن يغير ولا برضه؟ لا مش هيغير بجد والله مش هيغير. لا هو الراجل يعني ممكن نفس التشكيل اللي لعب الماتش ده هو اللي هيلعب. يا كابتن خالد، كابتن خالد الراجل اصلا في الود كده في الرسم كده بره كده. لا مش هيغير حاجه يعني. الحاجه الوحيده انه ممكن علي جبر لو خاف يخش حاجات اللي هي الوضع يعني لكن ما ينفعش مثلا نلاقي في ماتش الكونغو ده صالح جمعه بيبتدي مثلا كهربا ناحيه الشمال، ممكن راس حربه مثلا مختلف غير عمرو خالص لا يمكن. لا الراجل عنده ربنا يستر. كابتن احمد بشكرك يا حبيبي واتمنى لك التوفيق. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.